الله وبركاته. معاكم عمو جمال وعلي ويكا، عارفينه على ويكا ده. سلام عليهم يا علي، سلام عليهم. علي صيني مستورد صيني. المهم مع عمو جمال قصص للاطفال، خيال الخيال، اخر جمال، اخر دلال. اسمعوني في قصه للاطفال جديده، وما تنسوش تعملوا لايكات واشتراك في القناه وفعلوا الجرس. وعاوز دعم منكم، هتلاقوا حاجات جديد جميله، واستنوني لحظات واحكي لكم قصه للاطفال جديده جدا. رجع لكم تاني عمو جمال في قصه جديده، وقصتنا النهارده علي 3 علي مش علي ويكا، علي. قصه علي. ايه قصه علي؟ كان في راجل ما كانش بيخلف، اتجوز مره واثنين وثلاثه، ربنا ما كانش عاطيله الخلفه. المهم في يوم قرر ان هو يسيب بلده ويمشوا، عشان الناس بتعايره وبتقول له يا اللي ما بتخلفش يا اللي ما بتخلفش. زعل واتضايق وراح قاعد تحت شجره، وهو نايم وقعد عليه تفاحه. قال وجدتها. مش هو اللي قال وجدتها، ده نيوتن اللي قال وجدتها. هو قال فرح بالتفاحه، اكلها ونام، حلم وسمع صوت في الحلم بيقول له هتتجوز وهتخلف، ومش بس 1 ولا 2، 3، بس عشان الحسد سميهم ايه؟ اسم واحد. زي مين؟ افتكروا زي فيلم مين؟ زي فيلم كده رضا بتاع احمد حلمي، اما ال3 كانوا شبه بعض. المهم شاف بنت بترعى الغنم، بعدين قال لها انا عطشان اشرب اللبن. قالت له خد، وشربت اللبن وراحت عند ابوها وحكت له قصه الراجل دوه. بعدين ابوها قال لها طب خلاص هاتيه معانا ويعيش معانا يا علي. يعيش معانا. المهم الراجل ده اتجوز البنت وحملت. قال يا من انت كريم يا رب، ده الحلم اللي انا حلمه ده هيتحقق. لفت بطنها بيجي كبير، الناس تقول لها ده انت بطنك فيه 3. في ايه؟ 3. المهم خلفت ال3. سمى واحد محمد، واحد اسمه جعراز، واحد اسمه بعراز، واحد اسمه قعقاز. ايه الاسامي دي يا عم؟ ايه الاسامي يا عم علي؟ المهم افتكر ان هو الراجل قال لهم عشان الحسد سميهم اسم واحد. قال اسميهم ايه؟ اسميهم ال3 بيومي، اسميهم خالد، اسميهم مين؟ اسميهم ايه علي؟ اسميهم ايه؟ اسميهم علي، عشان علي اسميهم علي. سماهم علي وال3 كانوا توأم. كان يطلع علي الاثنين، علي التانيين ما يطلعوش. كان كل واحد في علي الاول وعلي الثاني وعلي الثالث اخلاقه مختلفه عن الثاني. علي الاولاني كان وكان، وعلي الثاني كان وكان، وعلي الثالث ما كانش. المهم الراجل حبهم كلهم، بس كل واحد خد طبعه. والراجل ده بيجي يكافح لغايه ما بيجي ليه عنده ثروه كبيره خالص. ثروه ايه؟ كبيره. وجال الاجل بتاعه، وكتب وصيه. الوصيه دي خلاها عند مراته، قال لها ما تطلقهاش غير ما انا اموت. لفت الايام ومات الراجل. مات الراجل. بعدين ولاده قالوا ايه، يلا احنا نفرج من ميراث امهم. لا،
انا هفرق الميراث بعد الوصيه. فتح الوصيه ويا عم علي ولقيوا مكتوب فيها ايه؟ عارف مكتوب فيها ايه يا علي؟ ها يا علي؟ مكتوب فيها ايه؟ استنوني لحظه اقول لكم مكتوب فيها ايه. المهم فتح الوصيه ومكتوب ادوا الفلوس بتاعتي لعلي وما تدوش علي وما تدوش علي. الثلاثه وقفوا، الثلاثه اسمه علي. علي مين اللي فيهم اللي هياخد ومش هياخد؟ عندنا زي قصه جميله، فاكرين جميله في رمضان؟ اما ابوها قال لها ما حدش ياخد الميراث الا جميله، هو نفس الفكره بس جميله كانت معروفه. لا هو الراجل قال ايه؟ علي ما ادوا علي وما تدوش علي علي وايه؟ وعلي. احنا قالوا احنا الثلاثه علي، مين فينا الاثنين اللي مش هياخدوا ومين فينا الاثنين اللي هياخدوا؟ المهم القاضي احتار، قال لهم طب خلاص سيبوني فتره وارجعوا لي. القاضي بيجي يفكر لغايه ما لقى حل. قال خلاص انا لقيت الحل. جمع اول واحد قال له ايه؟ عاوز مني يا سيد القاضي؟ قال له انا هديك الميراث بس بشرط. في حل واحد. قال له ايه هو الحل؟ قال له احنا هنطلع ابوك من القبر ونجيب البصمه بتاعت صبعه ونبصمها بحيث ان احنا نغير الوصيه والورث ونشيل كلمه علي ونديهم علي، نطلع ونبصم وندفنه تاني. الاول قال ايه؟ ايوه تمام يطلع، وايه المشكله؟ يطلع ابويا ونحط البصمه القاضي استغرب. جاب التاني وقال له انا هديك الميراث بس بشرط. هنعمل ايه؟ قال له هنعمل ايه؟ نطلع ابوك ونكتب الوصيه من تاني ونحط بصمه ايده وندفنه تاني. قالوا ايه يعني؟ وابويا مات الله يرحمه مش هيضره لو احنا طلعناه وعملنا كده. القاضي برضو ايه؟ استغرب. جه لعلي التالت بعدين قال له يا علي احنا هنغير الوصيه بس نعمل ايه؟ نطلع ابوك من القبر ونحط بصمته على الوصيه الجديده ونفرق. قال له لا انا مش عاوز من فلوس ولا مال، انا عاوز ابويا يرتاح في تربته. ايه فايده الفلوس اما اعذب ابويا واطلعه في القبر؟ خلى ابويا نايم في سلام. القاضي عرف مين؟ عرف مين اللي هو علي المقصود، وعاد الورث كله لعلي الثالث. وعشان تعرف ابوك ثم ابوك ثم ابوك حضنه زمان كان بيدفيك، كلمته زمان كانت بتشفيك، لو كنت خايف كان هو بيقويك، لو كنت تايه كان هو بيهديك. ابوك ثم ابوك ثم ابوك يا ما تعب عشانك، يا ما تعب عشانك ليالي السهر انت تتقلب وهو يبكي عشانك، انت تفرح وهو يتعب عشانك. ابوك ثم ابوك ثم ابوك. ما تنسوش تحية لكل اب. لو عجبتكم القناة لايكات واشتركوا ودعم وسلموا على علي. السلام عليكم.